مساء الخير عليكم جميعا، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسلام. وندخل في الموضوع على طول عشان انا عندي كام سؤال مهمين جدا بعد خسارة نادي الزمالك من وادي دجلة. والاسئلة دي ليانيك فيريرا او للمشاهدين، بس انا عايز حد يرد عليا. دلوقتي يانيك فيريرا بدأ النهاردة بسيف جعفر وعبد الله السعيد وناصر ماهر في نص الملعب. تمام. طب السؤال هنا، هو ليه بدأ بسيف جعفر في مركز ستة؟ هتقول لي عشان خاطر دونجا وعشان خاطر محمد شحاتة وجهاد وربيع اللي بيلعبوا في المركز ده كلهم كانوا مصابين. يا سيدي تمام. طب هو ليه برضو بدأ بسيف جعفر؟ ما سيف جعفر مش مركزه ست. هتقول لي طب ما عشان سيف جعفر هو اول اختيار دايما من لاعبي خط النص، بينزل من الدكة في اغلب الماتشات اللي فاتت. هقول لك مظبوط، بس برضو لو جيت بصيت في ان اللي بيلعب مركز ستة كان يصلح، هتلاقي ان مصدق. طب ما مصدق نزل في ماتش مودرن فيوتشر، ويانيك فيريرا طالع في المؤتمر الصحفي قال لك يا باشا، آه، المودرن فيوتشر بدأ يهاجم واحنا متقدمين في النتيجة، فحبينا نأمن الدفاع فنزلنا مصدق. ومصدق لاعب قلب دفاع، فطبيعي هيكون عارف واجبات مركز ستة. يعني ده بديهيات ان هو الف ب هيقفل العمق، على عكس مثلا سيف جعفر اللي شفنا في اوقات كتير بيسيب العمق ويروح للاجناب ويسيب مساحة. فاختيار سيف جعفر ده عليه علامة استفهام. طب يا سيدي، بدأت بسيف جعفر واتعادلنا وبدأت تحس ان ان الاداء مش قد كده، مش قد كده في مركز ستة، فانت رحت ساحب سيف جعفر وعملت تبديلة مين؟ نزلت مين؟ مصدق؟ لا. نزلت مين يا باشا؟ نزلت فتوح. طب ما فتوح اصلا باك، اصلا باك. ليه تنزل فتوح في مركز ستة؟ طب ما انت عندك مصدق. طب ماشي، سيبك من مصدق، طب ما تنزل احمد حمدي. هتقول لي احمد حمدي جاي من بعيد وما بيلعبش. طب ما محمد السيد جاي من بعيد وما بيلعبش. انت فاهمني؟ محمد السيد جاي من بعيد وما بيلعبش يا جماعه، وبدلته مكان ناصر ماهر. فانا عايز علامه استفهام على فتوح. ليه برضو فتوح هو اللي كان مركز ستة؟ هتقول لي ما عشان هو مش عايز يطلع بنتاج. مظبوط، بس بعديها ب10 دقايق بعد التاني انت طلعت بنتاج ونزلت ادم كايد. بناء على ايه يا جماعه؟ بناء على ايه؟ ما انا عايز حد يطلع يفهمني بناء على ايه. طب تمام، نزلت احمد حمدي في اخر الوقت بقى، فاهمني؟ وخلاص. طب حضرتك يعني انت مش عارف ان موجود على الدكه عندك واحد زي احمد حمدي، لاعب خط نص، لاعب في كندا ولعب في النادي الاهلي ولعب في انديه تجيله. الراجل ده تجيل يا جماعه.